ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نشوف الطبق الجميل ده عملناه ازاي، ونقدر نغير في التتبيلة بتاعتنا ازاي. ده طبعا طبق محشي مشكل جميل، واتعمل كله مع بعضه في حاجة واحدة، وطعمه والله يا جماعة جميل جدا. الناس اللي تبقى قلقانة انها تفصل الحاجة دي، تتبيلة الفراخ ندخل عليها على طول. حطينا زيت، ضفنا زيت زيتون على دبس رمان، وهنا مستردة، وهنبدأ نضيف كمان عليها صوص الباربيكيو معانا كده زي معلقة، ونمكسهم كده مع بعض. وشوية التوابل بقى بتاعتنا، ملح وفلفل وبهارات وجنزبيل، 7 بهارات. ابدأي بقى طبعا الفراخ بتاعتك بعد ما عملتي مع محلول النقع بتاعك معاه. نبدأ نخلط الخليط بتاعنا او الدريسنج ده، ودلكي كويس كده. والفتحات الشوق اللي احنا عاملينها دي، بحاول ادخل كده بايدي جوه الفتحات وتحت الجلد وفوق الجلد، واطعمها كده شوية. وهنبدأ نسيبها على جنب كده تتشرب من التتبيلة، نديها شوية وقت. وفي الوقت ده هنبدأ نشتغل في الخطوة اللي بعد كده. خلاص غلفنا القالب بتاعنا، وهنسيبها كده ساعة ساعتين على قد ما تقدر. جهزت المية بتاعتي وفيها شوية ملح. عايزة اعمل تشكيلة محشي، والبصل يا جماعة مشكل ابيض واحمر، واديله كده خط في النص كده، افتحيه. جميل جدا وحلو وله طعم تسكيرة هايلة، وهيعجبكم جدا. اقلب كده غلوتين، يعني يبقى نص كده سوا، مش سوا كامل، لان كده كده هو يسوي كمحشي. والبصل عندنا مش بيستحمل، في اهو بصوا فتح خالص، ومش بيستحمل ان هو في السوا قوي يعني. خلاص بنشيله من المية بتاعته ونسيبه يبرد شوية، وابدأ انا افتح الطبقات بتاعته كده، واي فواصل كده اللي هي الرقيقة دي بشيلها على جنب. وبسيبه كده ايه يهدى شوية قبل ما ايه احشيه. طبعا خلطة المحشي كلنا عارفينها، او انا عملتها معاكم قبل كده. بشوح البصلة بتاعتي، بضيف عليها الطماطم وشوية صلصة بوريه كده، مع ملح وفلفل ومعلقة 7 بهارات. وممكن بسيه كده مطماية وبصلاية، اعملهم ني في ني، اضيفهم على الخلطة دي. والخضرة بتاعتنا والرز غسلناه، وبدأنا نحشي ونلف الرولات بتاعت ايه البصل بتاعتنا. بقى احشيه كده واعملي تشكيلة كده، بحيث هو طعمه جميل، بتحسي ايه بالفرق بتاعه جميل جدا. بصوا سهل جدا. ادي التشكيلة بتاعتنا: ورق عنب على بصل فلفل بدنجان الاحمر وبدنجان الاسمر. والف هنا وشفا يا رب، ويلا جربيه. وطلعنا الفراخ من الفرن، ويلا جربيه قولي رأيك فيه ايه. والف هنا وشفا على قلبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامة.